السلام عليكم. اثناء الدعبسه كده في اليوتيوب والافكار الجديده، لقيت فكره جميله قوي. ازاي تقدر تحول قيمه كتابيه زي كده، انك تقدر بمنتهى السهوله انك تحصل منها على قيمه حقيقيه، قيمه رقميه. تحول القيمه الكتابيه دي لقيمه رقميه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما اكتب يساوي واشاور على الخليه دي، ما يجيبليش القيمه التكست بتاعتها اللي ما هي مكتوبه كده. لا، يحولها لي، يقول لي دول يساوي 2. او اني بشكل متقدم اكتر، لما هاجي مثلا عندي داتا فاليديشن للداتا دي، عايز الاكبر من 200، الاصغر من 200، الاكبر من 300، الاصغر من 300. ازاي اقدر احطها في الفاليديشن كده واشتغل معادلات؟ فبمجرد ما اختار الفاليديشن، المعادله تفهم ان دي مش تكست، ده فاليو. بدل ما احطها في المعادله اقعد اعمل كذا كريتيريا. يعني انا مثلا، انا لو عايز اعمل صم اف لل للكريتيرياز دي، لازم اقعد اكتب مره اكبر من، مره اصغر من، مره اكبر من، وهكذا. ازاي اقدر اعمل ده؟ في العادي او في الماكرو، في معادله اسمها ايفالويت، اللي هو بيعمل ايفالويت للتكست، يحوله لقيمه رقميه. فازاي انا اقدر اعمل ده جوه الاكسل عادي من غير ما استخدم الماكرو؟ طبعا عشان اعمل ده لازم ادخل معادله لمبه معايا. تعالوا نكتبها. آه انا هكتب لمبه، خلاص، وهعمل variable او متغير اسمه text. خلاص. وبعدين هقول له evaluate. حول لي بقى يا معلم ايه بقى؟ التكست اللي هو الفاريبل ده اللي انا اخترته في الاول، ماشي، خليهولي ايه بقى؟ التكست ده اند ايه بقى؟ التي، معادله تي اللي هي الداله تي، اللي هي بتقول لي المعادله دي عاده بتجيب لك لو القيمه اللي جوه الخليه دي تكست، بتجيبها لك. لو غير تكست بتجيب لك الخليه فاضيه. فايه؟ هنحط ده طبعا اند ده، وبعدين جواها معادله ناو. ليه بقى ناو؟ علشان انا زي ما يكون كده بكتب كود. انا بكتب كود بالفعل، كود ماكرو. فعايز بمجرد لو انا حاطط هنا واحد زائد واحد، يجيب لي اتنين. طيب لو انا غيرت الواحد زائد واحد دي، حطيت اتنين زائد اي قيمة بحطها بتتغير مع تغير القيمة اللي جوه الخلية، القيمة الموجودة حاليا جوه الخلية. اوكي، خلاص. فانا هكتب كده وهبدأ اقفل بقى. طبعا انا لما هاجي هعمل كده هيقول لي انت بتهرج، ايه المعادلة دي وايه ايفالويت؟ فانا محتاج اعمل ايه بقى؟ اخد المعادله دي كنترول سي. الاول هعمل كده عشان اشوفها اهي، خلاص. بعدين هاخد المعادله دي كده كنترول سي، واروح فين بقى؟ هروح للفورمولا، هروح للنيم مانجر، وهقول له طبعا انا كنت حاططها قبل كده، امسحها وهمسح دي. هقول له نيو، وهحط المعادله هنا، خلاص اهي. وبعدين هقول له هسميها بقى text to volume مثلا، اي حاجه يعني. اوكي، خلاص. بقى عندي هنا كاستم فانكشن، انا معادله انا عاملها اسمها تكست تو ايه، تو فاليو. خلاص. تعالى بقى نجربها، بسم الله. نقول تكست تو فاليو اهي. ايه بقى؟ واحد زائد واحد. لو قفلت هيقول لي ايه؟ اتنين. لو غيرت دي، اتنين زائد اتنين. لو حطيت دي من غير يساوي ولا اي حاجه، سبعة زائد تلاتة. تمام. خلاص كده تمام. بقى انا عندي دلوقتي دالة مخصصة. طيب لو انا بقى حبيت، اعمل فلتر على كل الربح او الريفينيو ده اللي اكبر من الفاليديشن ده، هعمل ايه؟ هقول له ببساطة جدا انا عايز ايه؟ هاخد رؤوس الاعمدة دي واحطها هنا، خلاص.
عندي فاليديشن هنا في الفاليو بتاعتي اهي، وهاجي هنا اقول له ايه؟ فلتر، دالة فلتر. عايز ايه من ده؟ عايز الجدول كله كده. ايه بقى الانكلودنج؟ ايه الكريتيريا بتاعتك اللي هتشتغلها؟ هقول له ايه بقى؟ هقول له ان الريفينيو ده خلاص، ده تمام. المفترض ان انا عايز ان كل الريفينيو يبقى معتمد على الخليه دي اللي هي اللي فيها الفاليديشن، اكبر من واصغر من. فتعالى معايا نقفل المعادله دي واوريها لك بشكل ابسط. لو انا دلوقتي جيت قلت كل الريفينيو ده اند ده، بص هيظهر لي ايه؟ هيظهر لي ده. لو جيت غيرت ده هيظهر لي ده، لو جيت غيرت ده هيظهر لي تكست. طيب ازاي احول التكست ده لقيمة رقمية واحصل على الشرط اللي انا عايزه؟ هحط المعادلة بتاعتي اللي انا ايه، اللي انا عملتها اهي. لو انا جيت دخلتها كده وقفلت هيحصل ايه؟ هيديني فولس وترو. لو جيت غيرت اهو تتغير معايا. حلو قوي الكلام ده. تعالى بقى خد ده، خد الشرط ده، كنترول سي، وتعالى اعمل المعادلة فلتر. فلتر اوكي، هات من الفلتر الداتا كلها، وبعدين حط الشرط بتاعك واقفل كده. اتفرج، امسح ده خلاص. هنا كل الريفينيو اللي اصغر من 300. طيب هات اللي اكبر من ال 300 اهو خلاص. هات اللي اصغر من ال 200 اهو. هات اللي اكبر من ال 200. هيجيب لك كل ده اوكي. فبكده انا ممكن كمان اكتب في الخليه دي اي شروط انا عايزها بقى، يعني اي حاجه، واخد بالك؟ فبكده اقدر ان انا استخدم المعادله دي، الكاستمايز اللي انا عملتها دي، في اني اعرف اخلي الخليه مش بس يبقى فيها تكست، يعني مش بس اقدر افلتر على حاجات فيها تكست بس، لا ده انا اعرف كمان احولها لقيمه رقميه. شكرا، سلام عليكم.